الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سائل يقول: ما هي شروط استجابة الدعاء وعلامات الاستجابة؟ علامات الاستجابة هي الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا كنت مستقيما على طاعة الله فأنت في خير عظيم، سواء استجاب الله لدعائك الذي تريده أو لم يستجب لذلك الدعاء، لأنك لا تعرف الخير أين يكمن. قد يكمن الخير في أن لا يستجب لك. وكم من موضوع وقضية دعونا الله بإلحاح ونحن اليوم نقول الحمد لله أنه لم يستجب لنا. اسمع إلى القرآن وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عن عبادتي هنا عن دعائي. فأول شرط من شروط استجابة الدعاء أن تأكل الحلال، وأن تدعو الله بحرقة وبصدق، وأن تختار الأمكنة والأزمنة. فالدعاء له مكان. الدعاء في المسجد يختلف عن الدعاء في البيت، الدعاء في مكة، الدعاء في المدينة، الأوقات، الأسحار قبل صلاة الفجر، الدعاء في السجود لا يرد. كل هذا إن شاء الله من أسباب